بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ساقية الفواصل بين السيراميك أو البورسلين بتكون بأسمنت أبيض ولا بجراوة ساقية اللي هو مادة الساقية؟ مبدئيا أصلا ما ينفعش إن احنا نستخدم الأسمنت الأبيض في ساقية الفراغات أو الفواصل بين السيراميك أو البورسلين، لأن أول حاجة مع الوقت بيتغير لونه وبيتوسخ وبيلم تراب. تاني حاجة إنه أصلا ما بيقاومش المية أو الحرارة، فبنيجي لو احنا عاملينه في سقف دور اخير او في حمام او في مطبخ، مع مرور الوقت نتيجه الميه والحراره بنلاقي اصلا ان الفراغات او الفواصل بين السيراميك او البورسلين بدات تفتح والميه بدات تنزل ما بين الفواصل دي، والحشرات او النمل بدات تنزل ما بين الفواصل دي. فبنلاقي ان احنا لو العزل بتاعنا مش كويس من الاول او مش مظبوط من الاول، بنلاقي ان في رطوبه ظهرت في سقف الدور اللي تحت بسبب ان الميه بتنزل من الفراغات او الفواصل بين السيراميك او البورسلين، او بنلاقي ان في روائح وحشه بدات تظهر لنا في الحمام او في المطبخ او في سقف الدور الاخير نتيجه الحشرات او البكتيريا او العفن اللي بيتكون نتيجه الميه اللي بتنزل من الفراغات بين السيراميك او البورسلين عشان سقيناها من الاول اسمنت ابيض. فالسقيه لازم تكون جراوة سقيه او ماده سقيه. طيب ليه؟ لان اول حاجه لونها ثابت ما بيتغيرش، تاني حاجه بتقاوم الميه، بتقاوم الحراره، قابله بتقاوم التمدد والانكماش، واخيرا سعرها اصلا مش غالي ويعتبر ارخص من الاسمنت الابيض، وتشغيلتها عاليه جدا، بتملى الفواصل تماما، عمرها الافتراضي طويل، ما بتقشرش او بتشرخ بعد كده. طيب ايه اشهر المواد او احسن المواد اللي ممكن نستخدمها في سقيه الفراغات او الفواصل بين السيراميك او البورسلين؟ في ماده اسمها سيتوفيل، دي من منتجات شركه كيماويات البناء الحديث اللي هي CMB. في ماده من انتاج شركه سيكا اسمها سيكا تايل جراوت. احنا هنا في الشقه دي او في الموقع اللي احنا فيه استخدمنا ماده سيتوفيل، هنوريكم برضو ازاي بنستخدمها في سقيه الفواصل بين السيراميك او البورسلين. دي شكارة المادة اللي احنا بنستخدمها، اسمها ايه؟ سيتوفيل، والشركة اسمها CMB. طبعا عندنا هنا البورسلين لونه جراي، فجبنا مادة جراي جاهزة، مادة جراوة سقية جاهزة لونها جراي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا زي ما قلت لكم لونها مع الوقت ثابت وما بيتغيرش زي الاسمنت الابيض. عندنا هنا الباركيه، سيراميك شرايح باركيه، سقيناه بنفس لون الباركيه، وده عباره عن ان احنا جبنا سيتوفيل لونه ابيض او جراوة سقيه لونه ابيض، وضفنا عليه الوان علشان تدينا في الاخر نفس لون الباركيه. طبعا انتوا لو بصيتوا دلوقتي ممكن ما تشوفوش اصلا ان في فواصل بين الباركيه او ما تشوفوش لون السقيه، لان هي بنفس لون السيراميك الباركيه بالظبط. عندنا هنا الحمام لونه ابيض، عباره عن بورسلين 60 في 120 برضه بتسقى باللون الابيض اللي هو لون جراوة السقيه او ماده السقيه. يعني لو عندك سيراميك ابيض هات جراوة سقيه لونه ابيض، عندك سيراميك جراي هات جراوة سقيه لونه جراي، عندك سيراميك او بورسلين لونه مش ابيض او مش جراي او بيج، يبقى حضرتك هتدرج اللون بتاعه، هتجيب لون ابيض وتجيب اقرب درجه ليه وتسقي بيها.